السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد مع بعضنا. بقى هنعمل النهارده الفطير المشلتت او الفطير الفلاح بالسمنة البلد والقشطة يا جماعة، هتاكلوا شوفوا صباحكم وراه. شوفوا يا جماعه، مورق وجميل ازاي ما شاء الله. دلوقتي المقادير معانا اهوت يا جماعه: دقيق وملح، شوية ملح صغيرين وشوية سكر بس، وتعجني بمية. ما بيتحطش عليه خميره يا جماعه، ولا بيتحط عليه حاجه خالص، ميه وسكر وملح. بس وعلى كده. حسب بقى ما انت عايزاه مسكر قوي ممكن تحط له سكر كتير، بس احنا يعني ما بنحطلوش سكر كتير. حاجة بسيطة كده، وتفضلي بقى تلتي في العجينة كده لحد ما تشكل معاكي عجينة يعني. هو سهل خالص، عجنه سهل خالص. احنا نبدأ اي نلت عجينه. كده حط ميه، اهم حاجه يبقاش فيه دقيق خالص. شوية بشوية كده عشان ما يلينش قوي منك. ولو عايزة تعمليه في العجان، عندك عجان يعني عايزة تعجني فيه براحتك. هنا مسك يا جماعة بقى. مسكي بتساعدنا. مسك عايزة تعجن مع تيتا هتبقى شاطرة وشملول، صح يا كوكو؟ عاش. شوفوا بتعمل شكلنا ازاي. كده يا جماعة العجينة انتهت اهيت معانا. شوفوا العجينة بقت تلم وحلوة ازاي. هنا بقى هنجيب صاج فيها زيت نبتدي نقرص اهو يا جماعة، عملنا قرصين اهما كده، فطرتين اهوت. لازم يكون في زيت كتير، وتحط على وشه زيت ياما. هنا اهوت يا جماعة بعد ما يكون ينفع اتك فيها بصبعي. زيت هيئ ايدك الصغيرة بتفتح براحته هو خالص. اتفتح على درجة اهو. افتحي. نعمل على الطبلية يا جماعة. يعني حلوة ولا شغل ايه؟ ايام زمان بقى، الروايح الجميلة مش الجو حر؟ الحلوة دي. لا. حط دي كده عشان ما يلزقش. اهم حاجة بس متخليش حتة عالية وحتة واطية عشان يبقى شكله بقى. حاجة نحط دي يا جماعة الكريمة عشان ميلزقش. دوت بقى بالفرادة او بالنشابة على اي حسب الحاجة حاجة احنا بنقول المتوفرة عليها عندك يعني. خبازة او بطاطا يا جماعة. كاميرا محمد حلوة برضو. نبدأ بقى سلام. نفردها معانا كده ان شاء الله. هي فطيرة لا ده بتاعي. ان شاء الله. طب قولي له يرضى. الطريقة دي يا جماعة جميلة جدا، احسن يوفر كتير. بس يا ماسك. تبقى قرص واحد وتفرديه على الطبلية مرة واحدة كده وتلميها، تبقى ما شاء الله سهلة وما بتاخدش وقت كتير. هنا فردناها. لا هنسوي الحروف بتاعتها. شوفوا بقى يا جماعة الحركة دي بالريح كده عشان نفرده معانا. الله يا جماعة، شوفوا ما شاء الله هنسويها بقى الفطيرة عشان كبرت معانا ازاي. شوفوا عشان دي بقى يا جماعة نشد اهوت. هنا بقى تجيب الطبلية وتحطها على اي حاجة عالية، تبدأي عشان تعرفي تشد براحتك بقى. تبدأي تشد الحروف كده. شد بالراحة، اللي تشد يا جماعة تشد بالراحة اهم حاجة عشان ما تخرموش. شوفوا بقى بدأنا نشد كده ازاي عشان يبقى مورق. عشان ميبقاش في حاجات تخينة وكده. ايوه دي اهم خطوة اهم حاجة يا يا جماعة. جماعة الفطير يبقى مورق. دي الطريقة يا جماعة الأصلية لفطير الفلاحين، مش هتلاقي أحسن من كده بصراحة. بس يكون الدنيا. شوفوا يا جماعة. شوفوا الحركة ديت بتخليه مفيهوش ولا حتة تخينة ولا حتة رقيقة، كله زي بعضه يعني. شوفوا يا جماعة رقيقة خالص ازاي. تبدأي زي أكنك بتعملوا له هوا كده، فاهماني؟ شوفوا. بتشديه معاكي كده. شوفوا هيبدأ يطول معانا خالص. شوفوا يا جماعة الحركة دي. شفت الحركة دي. شوفوا ما شاء الله. شوفوا وصلت، يا ترى وصلت الارض. مش هنخلي اهم فيها حاجه ولا برضو حته نشده تخينه. كده، اهم حاجه الشد ده. ما شاء الله يعني ما تقطعتش من هنا ولا حاجه، الحمد لله. اهم حاجه بس تشد بحذر كده. شوفوا وبعدين الفينو ده يبقى له عرق. اهم حاجه يا جماعه الدقيق يبقى له عرق.
ما هو لو ماليش عرق بتلاقيها في ثواني بتلاقيه متخرم ومبيشدش معاكي كده. شوفوا يا جماعه العرق يا جماعه. شوفوا بقى يا جماعه ديت دي السمنه يا جماعه على زيت، دي سمنه سمنه بلدي يا بلدي. جماعه. شوفوا جميله ازاي. نبدا كده نسقسق العجينه. مش نسقسق ديت اهوت، هنحط بس السمنه يا جماعه اهو، هتخلي كل نلم حته بقى يجي اهو. فيها سمنه كوكو. دي سمنه زي ما انت عايزه بقى. عايزه تخلي الفطير بتاعك دسم، كتري سمنه وزبده والحاجات دي. اشتريت يا جماعه محدش يكتر، ما تحطوش كتير عشان يعني ما عشان يبقى يبقاش كويس. عشان تعرفوا تاكلوه ما يبقاش يصد منه. ده يا جماعه نلم العجينه اهوت مع بعضنا، ونرش برضو سمنه برضو عليه. هجيب ده لكم يبقى الطبقات يا جماعه. الخطوات كلها اهيت عشان تشوفوا الطريقه بالظبط. عشان في حبايبه عايزين الطريقه وقالوا لنا، فاحنا بنعملها لكم اهوت يا جماعه الفطير. ولسه في ناس عايزه بلح الشام يا جماعه وعايزين حاجات من ديت، ان شاء الله الله هنعملها نعمل قريب لكم. ان شاء الله. اهم حاجه بس شجعونا كده واعملوا لنا لايك وتعليق حلو كده. نشوف السمنه. بعد الفيديو ده ان شاء الله مش هتكونوا محتاجين ان انتوا تشتروا الفطير جاهز، وهتعملوه في البيت باسهل طريقه ان شاء الله يا حبايبي. معلش بقى على الازعاج، مسك مش راضيه تقعد ساكته هي ولا ضايع. اول مره تقعد معانا واحنا بنمنتج فيديو. واخر مره. كده بنخلي كل طبقه من طبقات الفطير، كل رقه يعني منها فيها سمنه. اهم حاجه يا جماعه تكون السمنه بلدي عشان يبقى الفطير طعمه حلو معاكم. بصراحه يعني كان طعمه جميل قوي، بالف هنا وشفا يا رب. شوفوا نبدا بقى نلمها اهو بقى يا جماعه. شوفوا الفطيره لما تكون معاكي قبه كده وعامله شكل البالونه كده، اعرفي ان هي حلوه وناجحه معاكي ان شاء الله. شوفوا عامله ازاي. تبقى نلمها ما شاء الله منفوخه قوي. نسيبها ترتفع مع بعضنا. نبدا نكورها كده. نشوف الهوا. شوفوا ده كل ده هوا يا جماعه، عشان يعرفك ان الطبق رقيقه مورقه وحلو. شوفوا هنا بقى بعد ما سيبنا العجينه ترتاح شويه، سيبنا حوالي من 10 دقايق يا جماعه، ربع ساعه. جبنا الصاج بقى ودهنين الصاج زيت، وهنبدا نفردها كده. تبقى معانا سهله خالص في الفرد. تفردها اهم حاجه يا جماعه ترتفع، لو ما ارتفعتش هتيجي تبططيها كده، كل ما هتبطيها هترجع تاني، تحس انها بتكش، كل ما تبطيها تكش تاني. لازم تفرد معاك، لازم ترتاح العجينه ترتاح عشان تتفرد معاك كويس بايدك كده، سهله وبسيطه. احنا ما رضناش نسرع قوي يا جماعه عشان يعني تشوفوا الخطوات كلها حلو. شوفوا يا جماعه خليها كلها كده بنفس السمك. شوفوا نبدأ بقى نعملها كده. ايه يا ضايع عيب كده. دي التانية هي برضه ما شاء الله مرتاحة وحلوة ازاي. تعمل فكاكية معانا اهي. هنبدأ نحط القشطة على الوش كده. القشطة يا جماعة اهوت. قشطة بقى، زبدة، أي حاجة موجودة عندك، بس دي قشطة. ندهن الوش عشان يبقى يا جماعة يبقى طعمه جميل، يبقى طعمه جميل أوي. احنا يا جماعة بنعمل بإيدينا عادي خالص، احنا غاسلين ايدينا وده الأكل اللي احنا هناكله، فعادي يعني. دي قشطة فلاحي يا جماعة. بقى ألف هنا وشفا. نبدأ بقى نحط في الفرن. تدخل الفرن بقى. اهم حاجه تكون النار من فوق واطيه ومن تحت برضو.
عشان ما يتحرقش تبقى نار معايا. متوسطه، ما تبقاش واطيه عشان لو واطيه قوي هينشف عشان ما معانا. ينشفش. انا قصدي يعني ما يبقاش عالي النار عليه قوي. احنا بنسوي في الفرن الغاز شوفوا. بتاعنا العادي. ما شوفوا بقى يا شاء الله جماعه بعد جميل ما ازاي. طلعناها الفلاش عامل برضو اللون فلاش شويه، واضاءه بره فاللون مش باين او مش بس باين هي كويس. اغمق شويه. شوفوا يا جماعه شوفوا. القاع بتاعها حلو ازاي. ما شاء شوفوا الله ما شاء الله. ودي التانية يا جماعه. يا ريت يا جماعه ما تنسوناش في اللايك. شوفوا ما شاء الله القاع بتاعها حلو ازاي. مني لكم لايك. شوفوا يا جماعه مورقه ازاي. شوفوا الطبقات بتاعتنا مورقه وجميله بألف كذا هنا طبقه وشفا. ازاي جميله. مع جبنه حادقه بقى كده بالمش وعسل بقى على او طحينه. عسل على طحينه. بألف هنا وشفا على قلبكم. يا ريت بقى تجربوه وتقولوا لنا رايكم في التعليقات. مع السلامه يا حبايبي.